بموضوع اللاجئين السوريين في سؤال عم ينطرح انه ما لازم نحن كلبنانيين نشوف مصلحتنا اول شيء قبل ما نفكر فيهم. في ناس تلقائيا بتقول ايه اكيد انه نحن اول شيء، وفي ناس كمان تلقائيا من باب انساني بتقول ما في فرق بين لبناني وسوري، وبتصيروا تقول انه فكروا باللبناني المهاجر على غير بلاد. هلا تنقدر عن جد نفكر بهيدا السؤال بحاجة نعرف المجتمع شو هو، كيف مركب، كيف بيشتغل. فأول شيء المجتمع هي مجموعة من الناس عايشين ببقعة جغرافية معينة بشكل انه في مصالح بتربطهم. فيها تكون مصالح مشتركة، يعني اللي عايشين على الليطاني لهم مصلحة انه ما يكون ملوث. فيها تكون مصالح فئوية، مثلا الصغار بالعمر بيهمهم انه الجامعة تكون ببلاش او تكون رخيصة، الكبار بالعمر بركي ما كتير بتهمهم. وكتير اوقات هالمصالح بتكون متضاربة، لانه تنقول على الليطاني ما اللي عنده شركة بهمه يلوث. تنقول اذا انا ما عندي اولاد وما بيهمني اتعلم، ما اذا في تعليم مجاني الهم يمكن ياخذوها ضرايب مني، فما الي مصلحة بهيدا الشيء. وبكل شيء هيك يعني، مثلا باجار البيت مستاجرين بيهمهم الاجار يكون بالليره، اصحاب البيوت بيهمهم انه يكون بالدولار. هل شبكة المصالح المتضاربة بهالمجتمع هي اللي بتخلي انه الناس بهالمجتمع ما يقدروا يقولوا انا ما خصني شو بيصير هوليك. يعني ما في يقول ما خصني اذا في جامعه ببلاش او لا، لانه عمليا تاثر علي. ما في يقول انا بدي كب الليطاني لانه عمليا بياثر على غيري. فبهالمجتمع في كتل مصالح. هلا حكينا كذا كتل، حكينا كتلة الشباب، حكينا كتلة اللي عندهم شركات، كتلة اصحاب البيوت الخ. إدارة مصالح هول الكتل هي مسؤولية الدولة، هي شغلة الدولة انها تشوف كيف تدير هالمصالح المتضاربة بقلب هالمجتمع. هلا على فكرة النظام الطائفي ما عنده هالشي، لانه اذا بدنا نرجع نقول بيحكوا مثلا تنقول حقوق الموارنة. طب الموارنة حقهم شو؟ انه اجار البيت يكون بالدولار ولا باللبناني؟ ما حسب اذا هالمارونة صاحب بيت ولا مستأجر. فالموارنة مش كتلة مصالح. وهون النظام الطائفي هالتركيبة اللي الزعيم يعني جزء منها بس مش هو اللي عملها، ومنا محصورة فيه الطائفية او ما بيقدر يدير، لانه عمليا مجموعته اللي هو بيمثلها منا كتلة مصالح ليقدر يدافع عنها. فما بيقدر ياخد ولا قرار، يعني لا بيقول ما تلوثوا ولا بيقول لوثوا ولا بيقول الاجار بالدولار ولا بيقول باللبناني، لانه شو ما يقول بده يضر فئة مصالح هي موجودة بقلب طائفته ويخسرها. هلا بمقاربة موضوع لبنانيين وسوريين، ما اللبنانيين مش كتلة مصالح والسوريين كتلة مصالح تانية. لو هاو كتلتين عكس بعض مثل المستأجرين واصحاب البيوت، فينا نقول مصلحة مين قبل. بس اللبنانيين عدة كتلة مصالح والسوريين عدة كتلة مصالح. ما السوريين في منه المريض اللي بده تغطية صحية، ومنه اللي صحته منيحة وما كتير بتهمه، منه اللي بالريف ومنه اللي بالمدينة، منه اللي قاعد بمخيم ما فرقانة معه أجار البيت، منه اللي مستأجر بيت. وبالتالي هالتقسيم الهوياتي بين لبناني وسوري تقسيم مثل التقسيم الطائفي، يعني صار وكأنه السوريين هي طائفة، وصرنا عم نقول نحن حقوقنا بهالطائفة اللبنانية ما بتيجي قبل حقوق هيديك الطائفة. فالانقسام الهوياتي ما بيعكس انقسام المصالح الحقيقي الموجود بالمجتمع. بالتالي السؤال ما لازم نفكر بمصلحتنا نحن كلبنانية قبل مصلحتهم، الجواب ما في يكون لا ايه ولا لا. السؤال غلط لانه نحن مش كتل مصالح. هيدا التفكير الهوياتي يلي على فكرة كتير بيشبه التفكير الصهيوني، اللي نحن اليهود بدنا نيجي على أرضكم انتو العرب وبدنا نشيلكم تنقعد نحن. عم بيصير بنفس المنطق انه نحن اللبنانيين وانتو السوريين وهل بدنا نشيلهم عن سوء نية او عن طيب نية، عن عنصرية او مش عن عنصرية. عمليا عم نوصل بهالنظام اللي نحن عايشين فيه لهالانقسامات الهوياتي المنفصلة عن واقع الناس، مصالح الناس ومصالح كتل المجتمع. بالتالي دعوة لمقاربتنا ما تخضع للمنطق الطائفي، المنطق الهوياتي اللي عنا اياه بلبنان وبالمنطقة. خلينا ننتقل لمنطق الدولة يلي هي تدير المجتمع بتشوفه ككتل مصالح وبتدير هالمصالح.